البيض وايه فوائد البيض؟ البيض الني له فوائد؟ ناكل البياض ولا الصفار ولا الاتنين مع بعض؟ طب لو كان الاتنين مع بعض هنخسر حاجة؟ البيض افضل اغذية على وجه الارض، ولو هنقارنه بحاجة يبقى بعد حليب الام. اول فوائد البيض ان احنا بناخد منه افضل انواع البروتين اللي بيدخل في بناء الكتله العضليه بتاع جسمنا وبيخش في الخلايا العضليه وانسجه الجسم. يعني لو انت مريض وبحاجه الى غذاء فالافضل ليك يكون البيض، ولو انت في مرحله استشفاء وبناء انسجه او خلايا جسمك فانت محتاج هنا للبيض. 60 ل 70% لكل جرام بروتين موجود في حليب الام بيروح لخلايا العضليه للطفل. يجي من بعديه البيض حوالي 48% من كل جرام بروتين موجود في البيض بيروح للخلايا العضليه او الكتله العضليه اللي بتكون جسمنا. عشان كده البيض افضل خيار وافضل غذاء لكل الرياضيين واللاعبين، لان فيه تناول كوليسترول وده بيدخل في تكوين التستوستيرون اللي ده المسؤول عن بناء الكتله العضليه اللي في جسمنا. تاني فوائد البيض انه مصدر غني بالكولين. الكولين ده احد مكونات فيتامين بي المذاب في الميه، وده الاساس في تكوين النواقل العصبيه اللي موجوده في الجهاز العصبي الاسيتايل كولين. وكمان عرفنا ان الكولين ده بيكون الغلاف الخارجي لكل الخلايا العصبيه اللي في جسمنا وخاصه اللي موجوده في الدماغ. اما الدجاج واللحوم 34% من كل جرام بروتين ده اللي بيروح للخلايا العضليه اللي في جسمنا. ثالث فوائد البيض انه غني جدا بالمغذيات او المواد الغذائيه وداعم جدا للغده الدرقيه، لان البيض فيه فيتامينات كتير جدا، فيتامين بي 12 وبي 2 وفوليك اسيد، وكمان فيه السيلينيوم المفيد جدا للغده الدرقيه. البيض فيه كمان كالسيوم وفيتامين اي وزنك وده المفيد جدا في حالات تساقط الشعر ومشاكل البشره. رابع فوائد البيض انه بيزود القدره الجنسيه للرجال. لما بناكل بيض، البيض ده فيه نسبه كوليسترول ودي اللي بتدخل في تكوين او بتبني التستوستيرون اللي له دور جدا في الخصوبه وزياده القدره الجنسيه للرجال وزياده الانتصاب، وما ننساش له دور في الكتله او تكوين او زياده الكتله العضليه. خامس فوائد البيض انه غني بمضادات الاكسده، ودي اللي بتفيد مرضى السكر في ان هي بتحمي الشبكيه وبتقلل او بتمنع تكوين الميه البيضاء في الشبكيه. الفايده السادسه للبيض انه بيظبط نسبه او بيرفع الكوليسترول الجيد في الجسم اللي هو الاتش دي ال، وده اللي بيفيد القلب ويمنع او يقلل مخاطر وجود الجلطات القلبيه والسكتات الدماغيه. وهنا الفايدة السابعة اللي هو بيقي الجسم من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. اتعملت دراسة على 260 ألف من الحالات اللي نفت تماما أو استبعدت إن يكون البيض سبب من أسباب تكون الجلطات والسكتات الدماغية. الفايدة الثامنة للبيض انه بيقلل مقاومة الانسولين والدهون الثلاثية والاوميجا 3 وخاصة البيض البلدي. الفايدة التاسعة والاخيرة للبيض انه بيساعد في تقليل الوزن، ان احنا بنحط البيض يوميا في نظامنا الغذائي لان البيض بيحتوي على مواد غذائية مفيدة لجسمنا، وكمان بيحسسك بالامتلاء والشعور بالشبع المستمر في بداية اليوم. طيب في اسئلة هنا، ايه افضل طريقة عشان اسلق البيض واخليها بالطريقة الناضجة والصلبة؟ ان انا اغلي المية الاول، وبعد ما الميه تاخد درجه الغليان ابدا انزل درجه النار، وبعد كده احط البيضه في وقت ما يقرب من 10 ل 15 دقيقه. بعد الوقت ده هتلاقي البيضه ناضجه. طيب لو انا حطيت البيضه مع الميه وهي بتتسلق، اقعد في درجه غليان عاليه، اقعد في درجه 10 دقائق، بعد كده هلاقي البيضه ناضجه وصلبه. البيض الني ولا المسلوق مفيش فرق ما بين الاثنين، والاثنين لهم نفس الفوائد، ولكن في مخاطر بتكون موجوده اثناء ما بنتناول البيض بالطريقه النيه، لان ممكن يخلي فيه اسهال ويقيء مستمر، وكمان بيكون فيه سالمونيلا وبكتيريا بتاثر على جسمنا. الصفار ولا البياض؟ لازم الاثنين مع بعض، لان الاثنين بيكونوا نفس الفايده وياخد كميه البروتين كامله لجسمنا. البياض ولا الصفار؟ اقول لك الاثنين مع بعض مهمين، لان البيضه الواحده فيها 7% منها بروتين، بيتوزعوا على 80% من ال7% دول بيروحوا في الصفار، وال20% بيكونوا في البياض. فلازم عشان نستفيد بكمية ال7% البروتين اللي موجودة في البيض لازم ناخد الصفار والبياض مع بعض. أفضل وقت لتناول البيض الصبح هو أفضل وقت عشان تاخد بيض، لأنه بيحسسك بالامتلاء والشبع ويديك طاقة مستمرة طول اليوم.
كمان الرياضيين وافضل وقت ليهم بيكون بعد التمارين او بعد النشاط الرياضي اللي هم بيقوموا بيه. النهايه قلنا كده كل فوائد البيض، وقلنا بعض الاستفسارات اللي ممكن تكون موجوده عن اكل البيض. السلام عليكم.